الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض محشي وصون طيبين. انا عملت هنا بصل وقرن فلفل عليه وشوحته، ونزلت بقى ايه بتسبيكه الطماطم اللي انا كنت عاملاها مخزناها، او عندك طماطم مضروبه اي حاجه في الانجاز اعمليها، وهسيبها تتسبك. وما تتسبك هنرجع مع بعض. انا يا حبايبي قلبي بسلق الكرنب وهسلقه وهطلعه في ميه ساقعه واقطعه. وهنا يا حبايب قلبي دي شرايح لحمه عشان نحطها تحت المحشي الورق العنب. شرايح اهي، وهنبهرها بالبهارات والملح. نكون مسخنين طاسه على النار نحطها فيها تتشوح كده. نبهرها ملح، نبهر فلفل اسمر وكمون وكزبره والروايح دي كلها. الطاسه سخنت معايا اهي. هنا يا حبايب قلبي الطاسه حطيت فيها رشه مسكه زيت بسيطه خالص، وحطيت فيها شرايح اللحم واشوحها مع الجنبين. هنا يا حبايب قلبي اتشوحت وقلبتها، وارش برضو على الناحيه الثانيه ملح بالبهارات عشان ايه تاخد معانا ايه تتحدق معانا وتاخد معانا لون وطعم. طلع ريحتها ما شاء الله عليها جميل. وانا يا حبايبي حطيت اللحمه تحت يد فوق الفرشه انا عملتها اللي هي الجزر والبطاطس، وهنرص بقى ايه المحشي ورق العنب فوق هنا ايه بالتساوي كده، ونسويه كله على بعض. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سبحانه وتعالى صفات المتقين قال: الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال بعدها مباشرة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يوم القيامة. فنحن إذا أمام ثلاثة أمور، هي حتى ولو كان الأمر متعلقا بحقوق العباد فإنه يندم على ما فات ويقول إنني لا أخطئ في حق عبد بعد ذلك وأندم ندما شديدا، وأنا في عزم شديد على أن لا أعود إلى مثل ذلك إلى مثل هذه المخالفة. ثم بعد ذلك يستسمح العبد، لأن حقوق العباد تحتاج إلى براءة وتحتاج إلى إسقاط وتحتاج إلى عفو وصفح. لكن بعض الناس قد يسووا التوبة إلى شهر رمضان، فيظل في عبادة وطاعة في رمضان ثم ينطلق حاله بعد رمضان.